الجميع الموجود في القاعة. بالنسبة للطريقة اللي حضرنا بها فكنظن أنها ما كتختلفش كثير على جميع المقابلات اللي حضرنا بها. بدينا التحضيرات مباشرة من بعد انتهاء المقابلة الأخيرة. بدينا كنجهزوا راسنا لا من الناحية الذهنية ولا من الناحية السيكولوجية، وخصوصا وكذلك من الناحية التقنية والتكتيكية، لأن مقابلة هامة، مقابلة كتستلزم منا أننا نكونوا جاهزين من ناحية التركيز، من ناحية الرغبة، من ناحية الحماس، وواحد الرغبة كبيرة اللي كتنتابنا باش أننا إن شاء الله ننتصروا في المقابلة، وأننا نكونوا عند حسن ظن الجميع في المغرب إن شاء الله الرحمن الرحيم، وأننا نشرفوا كرة القدم الوطنية بالمرور للدور الموالي ألا وهو نصف النهائي إن شاء الله الرحمن الرحيم. اولا كنتمناو الشفاء العاجل للاعبين ديالنا، اصدقاء ديالنا عسال ومولوها، كنتمناو ان شاء الله يرجعوا في القريب العاجل. بالنسبه للمباراه، مباراه ماشي سهله ضد واحد الخصم اللي كنعرفوه كيلعب الكره واغريسيف. كنتمناو ان شاء الله غدا نكونوا في الموعد. في التدريب كدوز في جو مزيان، كاينه الجديه، كاين تركيز كبير. نتمنى ان شاء الله نكونوا في لو جور جاي ان شاء الله موجودين. من ناحية الحضور الجماهيري والمقابلة اللي فاتت ضد كينيا، كنظن ماشي هو لو بروبليم اللي كان، ان لاعبين الحمد لله اللي كيلعبوا في المعتادين انهم كيلعبوا في مقابلات كبيره، لا تشامبيونز ليغ ولا كاس الكونفدراليه، وكيلعبوا عند فرق اللي عندها واحد الحضور جماهيري كبير ومحترم ومن افضل الجماهير اللي كاينه في افريقيا. فهذا ماشي هو المشكل اللي كنطرح عندنا في كينيا. كان المشكل اللي كنطرح عندنا في كينيا تحدثنا عليه، ما كاين لاش نرجعوا ليه، هو خصوصا الطريقه كيفاش نفكوا الشفره في هذاك لو بلوك تري با، واللي الحمد لله وقع فيها واحد التطور كبير وملموس. شو المقابلات اللي دازو كاملين تلاحظوا بان الحمد لله من بعد مقابلات كينيا قدرنا اننا ان شاء الله الحمد لله بفضل الله اننا نطوروا نفسنا في هذا العامل هذا. ما كنظنش بان غادي يكون واحد المشكل، بالعكس غادي ما يمكن له هذا الحضور الجماهيري ما يمكن له يعطينا الا دفعه وحماس باش اننا نظهروا بمستوى افضل، لان كره القدم بدون جمهور فهي لا شيء. فمن بين الاشياء اللي كتحلي الطبق الكروي اللي نتمنوا من الله باش يكون قبل كل شيء واحد الطبق كروي غدا ان شاء الله يليق بالمنتخبين، وتكون كره جميله، ولأن يكون فيها كذلك النصر الحليف ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. فاكيد لك الجمهور فهو غادي يضيف واحد النكهه جميله للاعب المدرب والجميع اللي كاين على ارض الملعب. كنظن بان الجماهير من كلا انها تكون حافز اكثر للاعبين، خصوصا في مقابلات من هذا الحجم. كنظن بالنسبه للجواب على السؤال ديالكم نكون مختصر بكل صراحه، ونقول الكلام اللي كنحسو من الداخل ديالي. حنا بصدد بناء الامه ديالنا من خلال هذه المقابلات، من خلال هذه كره القدم، فهي من واحد الناحيه من خلال بناء الامه ديالنا. وفاش كنكونوا كنبنيو الامه ديالنا ما كتهمش الصعاب، خصنا نتغلبوا عليها تو سامبلو. فاكيد هو ان كل مقابله فعندها التحديات ديالها، عندها لو سيناريو ديالها، عندها الصعوبات ديالها، عندها طريقه التعامل معها. اي مقابله فهي مخالفه تماما للمقابله اللي كتجي من بعد او اللي كتسبقها، لان هذه مقابله كذلك عندها خاصيات. نتوما سبق لكم وذكرتوا بانها مقابله مصيريه، فعلا هي مقابله مصيريه. منتخب وحيد اللي غادي يمر النصف النهائي، نديروا كل شيء ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نكونوا حنا ذاك المنتخب اللي غادي يمر، وعلينا اننا نكونوا في الموعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. الاعتبارات كثيره، هو ان كيف ما ذكرتوا كاين تحسن الحمد لله. كتعرفوا بان الظرفيه ديالنا كانت ظرفيه يعني مغايره تماما لجميع المنتخبات اللي جاي لهنا واللي جاوا لهنا، ولكن بواحد العزيمه كبيره، بواحد تضحيات كثار وجسام قاموا بها اول وحدين هما اللاعبين مشكورين. استطعنا الحمد لله اننا نتغلبوا على بزاف ديال الصعاب، استطعنا اننا لحد الان نظهروا بمستوى اللي لائق بكره القدم الوطنيه، ونتمنى من الله وعازمين ان شاء الله باش غدا نكملوا المشوار ان شاء الله الرحمن الرحيم. فاكيد ان التفكير دائما بغض النظر على الغيابات او لا على الاعطاب او لا، دائما كيخص يكون بالنسبه للمدرب واحد التوازن باش انه يدير واحد تحليل جيد للفريق الخصم، ويدير كذلك تحليل جيد او دراسه جيده للفريق ديالو. فكنظن بغض النظر على الغيابات
قمنا الحمد لله بالامور اللي خصنا نقوموا بها، فيها واحد التوازن كبير بين الاثنين. لكن ما نخفيش عليك بان عندنا مشكل خصوصا في قلب الدفاع، اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاولوا اننا نديروا الاختيارات الصائبه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللاعبين كلهم اللي كاينين واللي جاو فكلهم كيف ما سبق لي وذكرت دي تيتولير من قبل. الا كاينه فرصه باش ان واحد غادي يعوض فان شاء الله ما غادي يكونش مشكل، غادي يعوضوا بالطريقه اللي تليق بلاعب من الحجم ديال اللاعب في المنتخب الوطني. وان شاء الله عندنا كما كيقولوا نوي بورت كونساي، عندنا واحد الوقت كذلك اضافي من هنا حتى لغدا ان شاء الله باش اننا نزيدوا نفكروا بطريقه جيده وذكيه، وطريقه اللي يمكن لها ان شاء الله توفقنا باش اننا نكونوا توفقنا في الاختيار الغداني ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش الفريق ديالنا يكون اكيليبري رغم النقص ديال 3 لاعبين مؤثرين في قلب الدفاع. يمكن عندك الحق ان كاين شويه ديال المقاربات او اوجه يعني الاشتباه بين ليجيو والان. لاحظتوا كذلك في ليجيو كنا نهزمنا ثاني مقابله، كذلك كنا لقينا مشكل فيما يتعلق بالسؤال ديالكم بقلب الدفاع مع العزوزي لما كان تصاب. لكن الحمد لله الخير في المجموعه كامله، لان من اول يوم حنا كنركزوا على ان المجموعه كامله فهي مجموعه واحده، كل واحد عنده مؤهلات وعنده نقاط قوه وعنده اشياء كيمتاز بها، والاخر كذلك عن لاعب اخر عنده اشياء اخرى ومقومات اخرى. وفاش كنديروا داك التركيبه ديال اللاعبين كنديروها من اجل هذا الشيء هذا، باش فوق ما نحتاجوا لشي لاعب واحد فواحد الطرفيه معينه بواحد المقومات معينه يمكن له يعطينا لا من الناحيه الدفاعيه ولا من الناحيه الهجوميه. وكنظن كره القدم فيها العوامل هذه، يعني ماشي مزيانه حقيقه، ماشي مزيانه للمدرب، ماشي مزيانه للمجموعه ان يكونوا مثلا 3 اللاعبين في قلب الدفاع اللي رسميين مثلا كلهم ما يكونوش في مقابله واحده بطبيعه الحال. ولكن الخير كذلك في اللاعبين الحمد لله الاخرين، نحن مجموعه واحده غادي نحاولوا ان شاء الله بذكاء كيف ما سبق لي وذكرت باش اننا نلقاو حل. ما عندناش اختيارات بزاف، الاختيارات ما كايناش بزاف، كاين لاعب او اثنين اللي غادي نختار بيناتهم، مع العلم اننا خصنا كذلك كما سبق لي وذكرت نحافظوا على واحد التوازن خصوصا في وسط الميدان باش ما نفقدوش داك نقطه القوه من بين نقاط القوه اللي عندنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. Ben, je pense que d'abord peut-être vous ne le savez pas, parce que nous au dernier moment on était dans l'obligation de changer tout le groupe, pratiquement tout le groupe, parce qu'au début on est parti sur un plan de ramener des joueurs qui sont nés en 2000 et plus. On avait des joueurs de 2006, 2005, 2004, 2002, 2003 et 2000 maximum. Et on a travaillé avec eux depuis pratiquement une année pour préparer les joueurs pour le CHAN. Mais au dernier moment, il y avait 11 joueurs qui sont partis à l'étranger, comme des pros, plus 2 joueurs qui étaient blessés. Alors 13 joueurs, c'est beaucoup. Alors la fédération, nous, tout le monde était dans l'obligation de changer. Au dernier moment, 48 heures avant notre voyage ici, pratiquement. Alors, le fait qu'on ait passé deuxième dans un groupe très très délicat avec des équipes nationales comme l'Angola, comme la Zambie, comme la RDC, comme le pays hôte, le Kenya avec ses supporters, avec son public, avec sa motivation, même aussi avec leur président du Kenya. Je pense que les matchs n'étaient pas faciles et je le dis toujours, il n'y a pas un match facile. Et nous, le fait de passer, c'est déjà une chose très 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 bien dans la situation. Mais le Maroc doit passer, ce qui est logique, et ce qu'on est en train de faire. Le Maroc doit passer en demi-finale. C'est ce qu'on va faire, Inch'Allah, Rahman Rahim, avec une détermination. Mais rien n'est facile. Rien n'est facile. Je pense que vous n'étiez pas au courant de tout ça. Le fait que le Tanzanie vont voir notre point négatif, c'est normal, comme nous aussi on est en train de superviser notre point négatif. Et ça, c'est une chose qui est logique, que chaque entraîneur essaye de minimiser les points forts de l'équipe adverse, parce que chaque équipe adverse a ses points forts et a ses points faibles, et essayer de profiter des points faibles de l'équipe adverse. Et on verra, Inch'Allah, demain, l'équipe qui a bien, qui a mieux analysé, et l'équipe qui veut le plus pour passer en demi-finale, Inch'Allah. الاجواء كتمر في اجواء مزيانه،
الحمد لله. اللاعبين ولا المجموعة كاملة جينا هنا بان سول اوبجيكتيف من الاول، عارفين شنو باغيين وعارفين علاش حنايا هنايا. الرسالة اللي كيوصل لنا الكوتش رسالة واضحة، هي ان شاء الله نمروا في المباراة ديال الغد ان شاء الله ونفوزوا بهذا اللقب ان شاء الله. شوف اولا يعني كيف ما ذكرتو كاين مجهودات جبارة وكبيرة تبذلات، وهنا هذه حيني انني نجاوب كذلك على السؤال اللي كان من قبل. الا كاين شي مديح يمكن له ياخذوا شي واحد فهما اللاعبين، ماشي عبد ربيه، ماشي لو ستاف. حنا كنديروا غير الواجب ديالنا. مي الا كاين بكل صراحه كاين شي مديح خصهم ياخذوا شي واحد ويستحقوا فهما اللاعبين اللي بكل صراحه يستحقوا كل اشاده والتنويه بهم بجودة ديالهم بلا كاليتي ديالهم، كسوا القلب ديالهم ولا الروح ديالهم، الغيره ديالهم على القميص الوطني والاحساس ديالهم الكبير بالمسؤوليه. من ناحيه واش حنا يعني خصنا نكونوا ناخذوا لو تيتر، فاكيد المنتخب المغربي يعني الان كره القدم بواحد المجهودات جباره، ابتداء بسا ماجيستي الله ينصرو اللي نزل الطريق والخطه الكبيره ديال الاقلاع الحقيقي ديال الرياضه كره القدم الوطنيه. كذلك المجهودات الكبيره ديال السي فوجي القجاع رئيس الجامعه الوطنيه الملكيه، اللي تدارت واحد العمل كبير وفي مشاريع كثيره وفي مؤسسات كبيره باش انها كرة القدم تمشي في الاتجاه اللي مشات فيه واللي غاديه فيه واللي مازال باغيه تزيد فيه. ووصلت كرة القدم الوطنية الحمد لله انها ولات قاطرة ديال كرة القدم، ماشي فقط شمال افريقيا ولكن افريقيا كاملة. فاحنا المغرب وصل لواحد المكان ديال فوق ما خصها تكون شي تظاهرة، كيخص المغرب يكون اول بغض النظر على الصعاب او على اي شيء. وهذا الهاجس اللي كان عندي بكل صراحه ما نكذبش عليك، يعني هاجس اللي كان مارقني كثير قبل بدايه هذا الشان، هو ان المغرب خصو يمر المربع الذهبي، المغرب خصو يمشي لا فينال، المغرب خصو يدوز للكارد فينال. ما حنا ما كناش واجدين لهذا الشيء. فهنا هذا هو اللي كان بكل صراحه ما نكذبش عليك. والان فتحتي لي واحد الباب باش نهضر يمكن من قلبي. كنت هذا الامور اللي قبل ما نجيو ولا بوندون داك لي بريمي ماتش قبل ما تبان لا كاليفيكاسيون ديالنا، الوضعيه اللي كانت فينا كانت عندنا كانت انا ارقاني بزاف وكانت متعباني بزاف وكان عندي تخوف كبير مع لان المغرب فين وصل والسمعه ديالو خصو يدوز، ولكن الوضعيه اللي كنا فيها كانت صعيب باش اننا ندوزو. الان الحمد لله دزنا، ولكن الان كاين تطور كاين تحسن. يعني هذه شهر ماشي هو الان، يعني بكل صراحه عندنا واحد لافونتاج مقارنه بهذه شهر او شهر ونص. الان المغرب كذلك خصو يمر المربع الذهبي. ما يمكنش المغرب بالسمعه ديالو الكره ديالو المجهودات اللي تبدلات واللي سلف ليا وذكرت باش ان ما يكونش من بين الاربعه الجيدين في الساحه الافريقيه. من بعد خص المغرب يكون في لافينال وخصو يديها. اذا هذا الشيء اللي ان شاء الله غادي نخدموا عليه ونتمنى من ربي باش انه يوفقنا، ودعواتكم معنا.